لما حصلت لي الاصابه فكرت في تفكيرات كتير قوي. انا مش هلعب، انا مش عارف امشي بالعكاز. كل التفكيرات دي بتيجي في دماغي، بس انا من كتر التفكيرات كان في وقت دماغك بتشت وتقف. انت فاهمه يعني طبعا التفكير ده. لأن انا كنت حارس مرمى، ولما رحت قدمت في نادي المعجزات ده قالوا لي ما ينفعش ان انت تقدم حارس. قلت له ليه يا كوتش؟ ما ينفعش ان انا اقدم حارس، انا اصلا حارس. قال لي لا، بعد اذن حضرتك يا كوتش، الحارس بيبقى عنده اصابه في ايده، واللاعب عنده اصابه في رجله، وانت عندك اصابه في رجلك، ما ينفعش. قلت له بس انا ما اعرفش اي حاجه تاني غير الحراسه. اللي انا حراسه من صغري وانا متعلم الحراسه وكده. قال لي مش هينفع والله. طبعا طلعت من النادي كنت تعبان جدا نفسيا. وكنت جاي بقى من مصر، من القاهره للمنوفيه، وحلم اللي انا كنت مفكر اللي هو هيتحقق مش هيتحقق. مركز الشباب ده هو اللي وقف معايا، هو اللي حفزني. ناس كتير حفزتني والله العظيم، كلهم بامانه. قلت ليه ما اتعلمش؟ فعلا كنت بخلص شغلي وابدا واحده بواحده امشي بالكره الاول. احاول ان انا اجري بالكوره. لقيت ناس بتنطط بالكوره، قلت طب انا ليه ما اعملش زيهم اللي انا انطط بالكوره؟ بقيت انطط وانا واقف وانا قاعد. بس الحمد لله ربنا كرمني انا وبقيت اتعلم بسرعه، عشان انا كان عندي اصلا الاصرار والعزيمه اللي انا اتعلم. واتعلمت الحمد لله. اتعلمت التنطيط ده في حوالي ما كملش 5 شهور او 4 شهور. اللعب اتعلمته بسرعه. انا الحمد لله اجتهدت وتعبت. انا كنت ممكن، لو قلت لك انا كنت ممكن اتدرب بال10 ساعات هنا عشان اعمل نطه مثلا او اعمل فكره في دماغي. أنا دلوقتي حاليا من نادي المعجزات اختاروني الحمد لله في نادي المقاولين العرب، وبقى لي فتره كبيره بلعب في المقاولين. لا مش لا والله هقول لك على والله هقول لك على حاجه باخد كام دي سيبها هي والظروف. عشان ايه؟ ماشي. لا والله يعني سيبها هي والظروف. وايه بقى غير الموضوع صح كده. انا حاطط في دماغي حاجات كتير، حاطط في دماغي ان انا اكون افضل لاعب. يعني انا عايز اكون افضل لاعب واعمل يعني تحقيق. اصلا انا اتعلم بقى للاخر. انا معايا 2 حراس مرمى في الاكاديميه. ده الاساسي اسمه صلاح، ده من الحراس المميزين. معايا طبعا الحارس الثاني بتاعي كابتن محمد شلبي، ده برضه حارس كويس جدا. كابتن احمد صلاح طبعا دوت لاعب مهاجم ملوش حل، حلو قوي. حلوة دي حلوة قوي. حلو يا احمد. يعني صلاح دوت معاه بقاله كتير، معاه بقاله فترة جامدة. هو اصلا كمان والده قريبي من يمه. يعني بالواسطة اهو. لا والله مش بالواسطة. بص اقول لك على حاجة، والله انا وديت صلاح كذا نادي. والله لو قلت لك اللي هو يعني الوساطات هي اللي يعني صاحبتي يا جماعه. الشباب كلها مفكره الاتجاهات النادي دي صعبه. لا والله انت اجتهد وربنا هيقف جنبيك، وبعد كده ربنا هيسعى ان انت تخش المجال دوت. انما لما تيجي تقول انا لعيب وما بجتهدش يبقى انت مش لعيب. لا انت لازم انت ما عملتش، انت لازم تجتهد. زي مثلا انا شغال في مثلا الشغلانه، لا لازم اجتهد في الشغلانه دي عشان اللي فوق مني يشوفني، واللي فوق مني يشوفني، واللي فوق عشان اوصل للكبير. بتعرف تصد حارس مرمى؟ انا في الاساس كنت حارس مرمى. دلوقتي تعرف يعني انا ماشي عادي. لا هو بيترمي على الكوره بقى، عايز يعمل اي جو، فاهمه؟